2005. المهم كاين زيارة أنا بالنسبة ليّا هي أهم زيارة حسب تحليلي واللي بدا منها التغيُّر، بدات منها تغيُّر الجزائر في سياستها الخارجية، واللي راني نقول راح تولي الولايات المتحدة الأمريكية هي رقم 1، وبالتالي الجزائر تلتحق بالمشروع الأمريكي للمنطقة، ماناش نقولوا تدخل حلف الناتو ولا حلف مع أمريكا ولا، تلتحق بالمشروع الأمريكي للمنطقة، ما كان لا روسيا لا هم يحزنون، تقريبًا نفس سياسة المغرب والإمارات وما إلى ذلك، المغرب والإمارات والسعودية والعرب بصفة عامة عندهم علاقات مع روسيا جد قوية، لكن في نفس الوقت علاقتهم الأولوية ما ولا واحد ينكرها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية قُلت لكم بالنسبة لمنطقتنا لا تريد حرب، تريد مصالحة بين الجزائر والمغرب أو على الأقل خفض للتوتر، تريد حل مسألة الصحراء الغربية، يعني نحاول نختصر لك سياسة أمريكا للمنطقة، تريد حل مسألة ملف الصحراء الغربية، تريد منظمة إقليمية يعني اتحاد المغرب العربي ينجح، يعود، تريد أن شمال إفريقيا أو المغرب العربي هو اللي يكون يعني يقود آآ باقي الدول الإفريقية، يعني هو اللي يحل مشاكل الساحل إذا صح التعبير، فالساحل والدول الإفريقية كاين مشاكل كبيرة وجزء منها راح يتوجه في تحالف علني مع روسيا، علني يعني عسكري كل شيء مع روسيا، وبالتالي لازم توازن. الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أنها تتدخل مباشرةً، فرنسا سياستها فشلت، فرنسا مستقبلها في إفريقيا تقريبًا ما نقولوش انتهى، لكن فرنسا القديمة يعني على فرنسا الإفريقية القديمة انتهت أو على الأقل راهي في أيامها وأنفاسها إذا صح التعبير الأخيرة، فلازم لازم جهة قطب راه هذا هو تعدد الأقطاب في العالم، تعدد الأقطاب بدأ في الحقيقة الدول اللي راهي ناجحة الآن في يعني إذا صح التعبير النظام الدولي اللي بدأ يظهر. شكون هي النظام الدولي اللي يتكلّموا عليه الجميع، واللي بوتينا ويقول لك راني نحارب من أجله، والصين تدعو إليه، والجميع يتكلّم عليه، حتى الأوروبيين، حتى من أمريكا يتكلّموا عليه، هو شنو؟ فيه أقطاب، واش معناتها أقطاب؟ معناتها كاين مناطق نفوذ، كاين أقطاب معيّنة، شمال إفريقيا مثلًا قال دول الساحل إفريقيا، الدول العربية مثلًا هذه أقطاب، روسيا، الصين وما حولها، مثلًا هذه أقطاب. الدول لو أنت راك تتابع السياسة مليح، الدول اللي حقيقةً الآن بدأت تدخل في النظام الدولي هذا، هي في الحقيقة الدول العربية، حد الآن الجزائر لم تلتحق بالدول العربية في هذه الحالة إذا صح التعبير، لكن الدول العربية إذا شُفت أنت الإمارات وبصفة عامة دول الخليج والسعودية، مصر إلى حدٍ ما يعني إلى حدٍ ما، المغرب وكذا راهم تقريبًا ما راهم مع روسيا، ما راهم ضد روسيا، ما راهم مع الصين، ما راهم ضد الصين، وعندهم علاقاتهم قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا؟ لأنها القطب الأكبر، فحتى في نظام دولي متعدد الأقطاب راح يكون كاين القطب الأقوى. اللي في نهاية المطاف راح يكون يعني il va chapeauter في نهاية المطاف راح يقود من بعيد، سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو في مرحلة لاحقة تكون الصين والّا روسيا، مؤكد روسيا لا، لكن ربما في مرحلة بعد سنوات تكون الصين. شكون الدول اللي قادرة تلعب هذا الدور؟ اللي بدات دخّلت هذا النظام هي الدول العربية يكذب عليك، الدول الأخرى لحد الآن مصطفى، الدول الأوروبية منبطحة لأمريكا ضد روسيا. الصين راهي في قطبها ل ل ل لوحدها، في بعض في جوانب تعاون تساعد روسيا، يعني ما خلّتش روسيا تسقط، لكن في نفس الوقت ماهيش في عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الصين تنتظر أنها تكون هي القطب الأكبر أو على أقل قطب وحدها، لكن اللي بدا يتعامل مع تعددية الأقطاب لا الدول الإفريقية الأخرى، يعني بخلاف الدول يعني إفريقيا بدون الدول العربية كذلك راهي مصطفى إما مع الغرب، إما مع روسيا مثل هذاك كونفدرالية دول الساحل اللي راهي تقريبًا في تحالف عسكري مع روسيا، فاللي راهو حقيقة دول أمريكا اللاتينية كذلك ما زالها متخلفة في هذا الأمر، اللي دخلوا النظام الدولي الجديد هم الزعماء العرب تحبهم تكرههم، الإعلام شوّههم، تتفاهم معاهم ما تتفاهمش معاهم،
الزعماء العرب هم اللي دخلوا في التعددية القطبية، دخلوا ليها بقوة، فهم على علاقات جد متقدمة مع الروس والصين، ولكن في نفس الوقت لم يخسروا علاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يخدم مصالحهم ما زالوا أوفياء مع السياسة الأمريكية. فاللي يجي يقول أن الإمارات مثلًا دولة منبطحة لأمريكا، السؤال اللي نطرحه لو كانت الإمارات ذراع من أذرع أمريكا مثلًا، كيف تقبلها الصين وتقبلها روسيا في البريكس؟ مش قبلتها فقط، هي التي اقترح عليها الإمارات، مصر اقترح عليها البريكس اقترح عليها البريكس، إثيوبيا، واش يعيطوا لها السعودية. اقترح عليه يعني منظمة البريكس هي اللي اقترحت عليهم يدخلوا، لماذا؟ إذا كانوا كما يصورهم لك الإعلام أنهم منبطحون وتابعون لأمريكا، كيف البريكس يحوس عليهم؟ البريكس الآن هناك طلبات مثلًا جديدة هناك طلب الانضمام من طرف تركيا، وانتبه مليح باه تفهم هذه النقطة. تركيا دولة قوية اقتصاديًا، دولة عندها حتى صناعات عسكرية. دولة الموقع تاعها استراتيجي، مكانها، ثقلها الجيوسياسي لا يمكن أن ينكره أحد، وراهي تريد وأعربت عن رغبتها في الدخول البريكس. يبقى صدق أن هناك معارضة شديدة داخل البريكس لدخول تركيا، الهند ترفض ذلك، الصين ترفض ذلك، هناك روسيا فقط ماشي نقولوا مأيدة، لكن بين وبين، لكن الصين والهند رفضت ذلك، لماذا؟ لأن تركيا هي ذراع من أذرع الناتو، ذراع من أذرع الغرب، عكس الدول العربية اللي اتهموها أنها منبطحة للغرب. لو كانت منبطحة للغرب والله ما تخليها الصين تدخل ولا روسيا تدخل، ماشي فوق هذا يزيدوا يعرضوا عليهم. لازم تفهم السياسة الدولية وين رايحة. لحد الآن الدول العربية على الأقل في الجانب هذا إذا كانوا متأخرين في أمور، في الجانب هذا راهم ناجحين، الجانب هذا هم ناجحين، والدولة الجزائرية يجب أنها تلتحق بهم في السياسة هذه، تلتحق بهم. هذه هي السياسة اللي